نصيحة مجي من عند عم رمضان: بدي الفول يتزرع في آسيا الوسطى والشرق الأوسط قبل ما يتعرف في العالم كامل. الفول يتخزن بسهولة، على ذاك كان قبل سلاح غذائي وقت تقل المؤن في الأوقات الصعيبة. الربيع هو وقت الفول الأخضر، وبقية العام نلقاوه الشايح. في 100 جرام فول فما 60 حريرة فيهم البروتينات والسكريات والفيتامين سي، إلى جانب المعادن كالبوتاسيوم والفوسفور والألياف بمعدل 6 جرامات في ال 100 جرام. وهكا يكون الفول مصدر مهم للطاقة إلى جانب دوره الوقائي في جسم الإنسان، على خاطره يساهم في زيادة نسبة الكوليسترول المفيد للجسم HDL ويعالج فقر الدم، ويعتبر وجبة متكاملة بسبب البروتينات الموجودة فيه. الفول موجود في برشا كوجينات خاصة في الشرق، تختلف طريقة تقديمه من بلاد لبلاد. في تونس الفول موجود في اللي نطيبوه في رمضان كالمدمس والكسكسي ولا الشكشوكة، ولا زاد في الأطباق اللي تعوض الشوربة في شقان الفطر كالحلالم ولا الرشتة. شاهي طيبة، ونتلاقاو غدوة في نصيحة جديدة من عند MG.